بصوا كده اللهم بارك. ادي الخلطه يا جماعه، ده نعناع طبعا، انا حاطه نعناع، حبه نعناع كده تفكيهم فوق الوش تديك ايه طعم ايه حلو. ادي الخلطه اهي اللهم بارك. ادي الجزر باين فيها طبعا، الخضره مش باينه قوي لان انا ضربها ايه في البتاع، بس بتديك النتيجه عادي. الخضره هي يا جماعه بقية الخلطة. بصي بقى من قصتها، طبعا لو ما احتجتش منها اروح احطها معبيها، بس دي من غير رز، اعبيها في اكياس واحطها في الفريزر، تنفعني في ايام العيد. اللي ما عندوش بقى مكان في الفريزر، اللي عندك الصيف كله، الوقت الصيف كله الخضره تغلى، عندك تجففي زي ما انا نزلت لك، عندك تعمليها كده وتحطيها في الفريزر، هتطلعي احلى خلطه يا جماعه، احلى خلطه هتطلعيها. معظم الوقت بضربها. تمام كده. معايا ورق العنب اهو، بصوا ادي ورق العنب اهو يا جماعه، انا ما سلقتوش، انا طبعا كنت حاطاه في الفريزر، طلعته كنت جاي زي ما جبته حطيته في الفريزر، قسمته على شنطتين وحطيته في الفريزر. تمام كده. بصي اهي الورقه اهو، سخنت ميه، غليت ميه وطفيت عليها، وبعد كده سقطت فيها ورق العنب. اللهم بارك اهو الورق العنب اهو. عندي كرنب كنت ايه لسه عاملاه من 4 ايام 5 ايام مفرزاه، وعملته على كام طبق، 3 اطباق كده، عشان احطهم ايه عشان خاطر العيد. الكرنب بقى ال50 وال60 وال70 والارقام الخياليه اللي انت ايه بتسمعيها. طبعا عندي هنا وراك مطلعاها يا جماعه من الفريزر اهي فوق. طبعا انا بغسلها وبرجع اغسلها تاني، بعد ما بغسلها بالليمون، وبحط معاها ايه الليمون، وهسيبها تفك، وبعد كده هغسلها تاني، وكده هتبلها عشان ايه هشويها وهوريكم. معاكي طبعا الجريل دوت يا جماعه، انا لسه مشترياه، حطيت ميه، حطيت ماجي، حطيت ليمون، حطيت هنا ايه خلطه ايه الفراخ. تمام كده. معايا بقى ايه، معايا فراخ، طبعا ايه بيبقى معاه ايه شبكه. بصوا بقى كده هسيب طبعا الشبكه دي كده، وهقفل ايه كده يا جماعه. بصوا بقى كده هسيبه بقى ايه لما يستوي، نسيبه لما يستوي. حطيت طبعا نعناع، وحطيت ماجي، وحطيت الليمون، وحطيت الخلطه مع ميه. تمام كده. وحطيته ايه فات. انا طبعا عامله ايه محشي كرنب اهو يا جماعه، هزوده بقى حبه خلطه اللي هي انا عاملاها تسبيكه من غير رز. تمام كده. ومعايا هنا بقى ايه ورق العنب، حطيت له بقى ماجي مع قرنين فلفل كده، واحط هنا قرنين فلفل مع ايه وحاطه ماجي، وهزوده ميه عادي مع حبه توابل، لان انا حطيت ماجي وفي ملح والكلام ده كله، فلو ايه محتاج حبه ملح صغيرين هحط له. تمام كده. اللهم بارك. ادي الفراخ يا جماعه، بصوا بقى كده هنا، بصوا بصوا الجمال ده. انا عندي اللي هي الشوايه بتاعته اللي هي برضه في الكهرباء، ده ايه بتحط على البوتاجاز عادي، الميه تغلي اهي هتسوي على البخار، كل ده يستوي ايه على البخار يا جماعه. اللهم بارك اللهم بارك. يعني بعد ما اما يخلص خالص واديني مغطيه، هشوف بقى ينفع معايا بقى في فراخ، ينفع معايا في كفته، ينفع معايا اشوف معايا ينفع معايا في ايه، وبعد كده ايه